الصعيد. قناة مصر السابعة. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم، وهذا اللقاء الأسبوعي المتجدد وبرنامجكم من قلب الحدث. مشاهدينا الكرام، كنا مع حضراتكم في الأسبوع الماضي وبعد مشروعات طلاب معهد الهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة وقسم الميكاترونكس بالتحديد. رصدنا مع حضراتكم بعض المشروعات الخاصة بالجمهورية الجديدة بتوفير الطاقة باستخدام الذكاء الاصطناعي. في الحقيقة شباب مبدع جدا. النهاردة بنستكمل مع حضراتكم باقي هذه المشروعات من داخل المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا. هنرصد مع حضراتكم أفكار وأحلام هؤلاء الشباب. مشاهدينا الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل. بالحدث بيسعدنا في هذا اللقاء أن يكون معنا الأستاذ الدكتور عمرو عماد الدين، وما زلنا معاكم ونقول بعض المشروعات الخاصة بالفرقة الثانية. الفرقة الثانية قسم هندسة الميكاترونكس. نعم. الطلاب هنا فكروا في جهاز لوكومات ديفايس. الجهاز عبارة عن ان هو جهاز تأهيلي لمرضى الشلل، للمرضى اللي عندهم ضمور عضلات. تمام. عاوز اقول لكم كمان ان الجهاز كمان مع الطلبة ابتدوا ان هم يتواصلوا مع دكاترة في علاج طبيعي عشان يشوفوا طبيعة المرضى، يبتدوا ان هم يعملوا التصميم بتاعهم ان هو يكون مناسب للاطفال مرضى ضمور العضلات. تمام. ان هو يعملوا معاد التأهيل عشان خاطر يقدروا يتحركوا بصورة افضل. تمام. كده يا دكتور احنا عملنا توأمة ما بين هندسة وما بين علاج طبيعي. نقول يعني الطب في خدمة الهندسة والهندسة في خدمة الطب. تمام. يعني هنا بنشوف هم محتاجين ايه، الاجهزة اللي هي بتكون مكلفة. يعني الجهاز ده مش موجود غير في مستشفيتين بس، وتكلفة الجهاز 10 مليون جنيه. الجلسات ان المرضى يقعدوا عليها بتكون مكلفة جدا. فلما الطلبة هنا ابتدوا يشوفوا ان في احتياج ليها في مستشفياتنا هنا وفي الصعيد بالذات، فابتدوا ان هم يحتدوا يعملوا جهاز محاكي لجهاز اللي هو اللوكومات ديفايس، بحيث ان انا اقدر اوفر جلسات علاج بثمن رمزي. تكلفة الجهاز بتكون بسيطة، والطلبة قادرة على تطوير وان هو يكون الجهاز يحاكي الاجهزة اللي بتكون بهذا الثمن. نقرب من الطلاب. اهلا بك. محمد ابو الحسن. علاء اشرف. علاء. قول لي يا باشمهندس علاء، الفكرة الدكتور بيقول يعني الفكرة دي اصلا حوالي 10 مليون
دولار او 10 مليون جنيه تقريبا. 10 مليون جنيه حضرتك. 10 مليون جنيه. يعني انتوا بامكانيات بسيطه جدا في كليه الهندسه قدرنا ان احنا نصمم الجهاز باقل من 1% من السعر التكلفه الاساسيه اصلا. اشرح لي بالعربي الجهاز ده اسمه ايه كده رقم هو حضرتك جهاز هو بس بيساعد اللي عندهم في المرضى اللي هم المرضى ضمن العضلات، هو جهاز من اعاده التاهيل ليهم. هو ملوش اسم بالعربي بالظبط بس هو جهاز اعاده تاهيل. اعاده تاهيل. ليه فكرتوا في الفكره دي؟ هو الجهاز ده بيحاول ان هو يعالج شلل الاطفال، فالحوار ده ان هو بيساعد الاطفال والمرضى اللي هم عندهم ضمور عضلات في ان هم يسترجعوا القدره على المشي مره ثانيه. فالحاجه دي لو اتحطت في خط انتاج فدي هتبقى حاجه كويسه جدا للمكان. دكتور انا شايف ان هو قريب من المشايه بتاعه الرياضه. لا هو قريب، لا هم يعني هو الجهاز احنا شفناه وفي طلبه راحوا هناك وشافوا الجهاز بيشتغل ازاي وقعدنا مع دكاتره وابتدى بالفعل. ده جبنا دلوقتي طفل وحطيناه عشان نشوف الاوزان واشتغل تمام. وكمان الطلبه دلوقتي كمان يعني هيبتدوا ان هم يجيبوا مريض ويقعد على الجهاز عشان الاوزان ونشوف ايه تطور العلاج ايه للمريض. جميل. معانا برضو احد الطلاب المشاركين في نفس المشروع. اهلا بيك. الاسم ايه؟ يوسف احمد منصور. اهلا بيك يا باشمهندس يوسف. انت معاهم في نفس المشروع؟ ايوه في اللوكال قول لي الموضوع ده خد منكم تقريبا كام شهر ولا كام يوم عشان حوالي يعني نص الترم، يعني ابتدينا نشتغل نص الترم. كام شهر تقريبا؟ حوالي شهر ونص، شهرين كده. شهر ونص، شهرين. ممتاز. انتوا طبعا في سنه ثانيه. لسه قدامكم سنتين لما تتخرجوا. بالظبط. كل توجيه بتاخدوه، كل معلومه بتاخدوها من اساتذتكم بتحسن في المشروع. بالظبط. الدكاتره طبعا ساعدونا جدا 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 في ان احنا ازاي نطور المشروع وازاي نقوم بيه وان احنا ازاي نعالج او نساعد في العلاج ده، علاج الاطفال، وان احنا نوفر لهم جميل يا باشمهندس. اللي نفسك تحققه ايه في المستقبل ان شاء الله؟ ان شاء الله يعني ان احنا نطلع بالجهاز ده اكتر ويتطور احسن، ان هو فعلا يشتغل، يعني ان هو يبقى فعلا مستخدم فعلا في مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم على سيد برنامج من قلب الحدث وبعض مشروعات التخرج اللي بنتابعها مع حضراتكم تباعا. ونقول روبوت زراعي، يمكن الزراعه هي مستقبل مصر، ونقول من اجل توفير الغذاء والاكتفاء الذاتي. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بحضرتك يا فندم. محمد محمود، تيم فاروق. ريموندا ناجي. احمد اسلام. اهلا بيك يا احمد. قول لي يا باشمهندس احمد، هبدا بيك بقى. المشروع ده عباره عن ايه؟ هو فكره المشروع عامه هي روبوت زراعي. روبوت الزراعه احنا عاملينه عشان رؤيه مصر 2030 في مجال الزراعه. جميل. الروبوت عامه فكره عامه خالص، هو بيبدا في 4 تاسكات. تاسك اول حاجه بيحفر الارض مكان بيحفر الارض وبينزل البذور الزراعيه مكان الحفره وبيردم الحفره وراه. دي 3 تاسكات مع بعضهم في تاسك واحد. بعد ما بيردم بيبدأ بقى يسقي وبعدين في تاسك اخير اللي هو بتاع الاعلاف. يعني العربيه دي بتعمل كل الحاجات دي؟ بتسقي بتحفر بعدين بتنزل بذور، بعد كده بتردم، بعد كده بتسقي. انا شايف البذوره اهي موجوده. دي بتاع العلف الحيواني بقى اللي هو بتاكل الحيوانات. ممتاز جدا. الفكره دي استوحيتوها من ايه بقى؟ والله احنا حد منكم من الريف؟ انا حضرتك من الاقصر، فاستوحيت الفكره ان انا عندي مثلا المزارعين عندنا الجهد بيبقى كبير عليهم، فالروبوت فكرته ان هو يوفر عليهم جهد. وتقريبا السنين اللي فاتت كانت درجات الحراره بتعلى بشكل غير طبيعي بسبب بسبب الاحتباس الحراري. فبقى الشغل حاليا في الزراعه بقى صعب على العمال، تمام، ان هم يفضلوا او الساعات كبيره. فالروبوت بتاعنا بيفضل ما بيتاثرش بالحراره،
تمام، بيزود عمليه الانتاج، ان احنا عايزين نوصل ل 2030 الاستكفاء الذاتي للغذاء في مصر، فبيوفر عمليه الانتاج معايا. فانا بالتالي حتى لو هشغل عمال فانا هشغل عمال بجانب الروبوت، برضو الروبوت هيديني ساعات اكتر في الشغل. نفسك تحقق ايه بقى وانت في سنه ثانيه دلوقتي؟ نفسي اكون حد يعني شاطر في المجال ده، في مجال الروبوتكس عامه، واحقق تارجت حلو فيه، يعني ان انا اكمل اكتفاء ذاتي لمصر، نحقق الاكتفاء الذاتي بالظبط. مهم جدا. نفسك تعمل ايه؟ هو نفسي كشخصا ان الروبوت بتاعنا يبقى متطور اكتر من كده بشويه، نضيف له حاجات تانية اعلى. عموما بقى نفسي ان احنا نبقى مكتفين ذاتيا من المحاصيل الزراعيه. احنا مساحه مصر كبيره، في صحراء كتيره، عايزين بالروبوتات دي ان شاء الله يبقى عندنا انتاج زراعي كبير. مساء الخير. مساء النور عليك. تعرف بالاسم؟ زياد، باشمهندس زياد. اهلا بيك يا مهندس زياد. كرولس مجدي. كرولس مجدي. اهلا وسهلا. عز الدين محمد. اهلا بيك. ابتدي معاك. قول لي المشروع بتاعك ايه بقى؟ حضرتك المشروع بتاعنا بيستوعب الضوء مصر، رؤية مصر 2030، الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الزراعية. من المحاصيل الزراعيه يمكن عدسات البرنامج هتجيب دلوقتي طبعا ارض زراعيه والري بتاعها. قول لي استوحيت الفكره دي من ايه؟ استوحينا الفكره طبعا من الفتره ديت مصر في رؤيه 2030 زي ما بيقولوا عن الزراعه طبعا. فانا زراعه في الاراضي الصحراويه، اراضي صحراويه كتيره، فانا عايز استصلحها. فالصوبة الزراعية هي اللي هتوفر لي المناخ والتربة الجيدة اللي انا اعرف ازرع فيها اي حاجة تاني في اي وقت، اللي هو انا مش شرط صيف شتاء ممكن تمام. يعني تزرع في اي وقت. في اي وقت، فانا استصلح الاراضي الزراعية اللي موجودة عندي تمام، وفي نفس الوقت اكبر الانتاج الزراعي واعمل اكتفاء ذاتي لنفسي. الاكتفاء الذاتي، وشفنا لما موضوع الحرب الروسيه الاوكرانيه والحبوب لما بدأتش تيجي، الحمد لله احنا معتمدين على نفسنا، وعايزين يكون في اعتماد اكبر كمان، يعني ان احنا الاقماح والرز وكل ده نزرعه عندنا. هو اكيد حضرتك احنا يعني هنا في المشروع بتاعنا احنا بنحاول بنوفر في كل حاجه على قد ما نقدر، بنحاول نوفر في استهلاك الميه، بنحاول نوفر في استهلاك الاسمده الزراعيه، بنحاول ان احنا كمان في التطوير بتاعنا ان شاء الله في يعني الجهاز المستخدم معانا للزراعه، الروبوت الزراعي، ان احنا هيكون بعمليه الزراعه، وكمان يقول ان هو يقدر يعمل حصاد للمحصول بعد ان هو ما ينبت. ده كتير هيوفر معايا. موضوع الري الالكتروني حضرتك عارف ان احنا داخلين على ازمه ميه ممكن تكون موجوده عندنا. موضوع الري الالكتروني ده هيوفر معايا في موضوع الميه بطريقه كويسه جدا، لان هو بيقدر يتحكم في ضخ الميه للتربه عن طريق استخدام سنسور، السنسور اسمه سول مينستر. ده بيستخدم في ان هو مثلا بيقرا انا التربه بتاعتي خدت كميه الميه اللازمه اللي هي طالباها، فبيبدا يوقف ضخ الميه عن كده. تمام. انا بتمنى لكم التوفيق يا شباب، وتقول لي اهم امنيه نفسك تحققها من خلال المعهد هنا. يعني ان انا احقق مشاريع زي دي، ان هي ممكن تفيد الانتاج عندي وتزوده وتكون يعني مفيده، ان انا اقدر اطور فيها وتكون مفيده للمجتمع. هو المشروع فعلا بالفعل موجود، بس احنا بنلعب على عامل تاني، اللي هو احنا نحاول نعمل المشروع بس بتكلفه اقل، وعشان نعرف نستخدم مساحات اكبر. فانا لما اقلل التكلفه هعرف استخدم مساحات اكبر. الباشمهندس منين؟ من المنيا. من هنا. من المنيا. من هنا. احسن ناس. اهلا وسهلا. ربنا يخليك. فانت المشروع موجود بتعترف، ولكن احنا عايزينه بتكلفه اقل. اكيد انا عايز اضمن جوده اعلى، تكلفه اقل، وانتاج عالي. يعني انا النهارده بنتكلم ان احنا الصوب الزراعيه بتستخدم اكتر في المناطق اللي انا اقدر اعمل فيها استصلاح للاراضي الزراعيه. اشكركم جدا يا شباب. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم ونقول مستقبل مصر من خلال هذه المشروعات اللي بتتم على ارض الواقع بايادي مصريه وبتكلفه بسيطه جدا. مشاهدينا الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل.
مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج من قبل الحدث، في حلقة سابقة من برنامجنا كنا بنتابع مع حضراتكم مشروعات التخرج، ومع أستاذنا الأستاذ الدكتور جمال الدين أبو المجد رئيس جامعة المنيا الأسبق وعميد المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة. وشفنا قد إيه الشباب طموح جدا وعنده آمال إن هو يحقق أفضل شيء على أرض الواقع. أستاذنا بنرحب بحضرتك مرة ثانية. أنا برحب بحضرتك يا أستاذ مجدي وبالقناة السبعة وبوجودكم معانا ومع الطلبة، فيعني خالص شكر والتقدير. يعني إن طبعا نقول في حلقة سابقة تابعنا مع حضرتك بعض مشروعات الشباب، شفنا قد إيه المشروعات محتاجة إلى دعم وإلى توجيه من حضراتكم، والشباب دول أعتقد قادرين على المنافسة العالمية. طبعا يعني فعلا شباب مصر بخير، شباب مصر إذا أتيحت لهم الفرصة ولقوا الدعم الكافي زي ما سيادتك بتقول فعلا بيعملوا حاجات، يعني حاجات رائعة. احنا هنا عندنا هذه الرؤية وعندنا هذا الفكر، احنا بندعم شبابنا، بنشجعهم، بنساعدهم، بنديهم الفرصة ينفذوا هذا الفكر، بندعمهم فنيا، بندعمهم ماليا لغايه ما يوصل شغلهم للنور. يعني بالظبط يا فندم. وبنناشد رجال الاعمال من المكان طبعاً هنا. طبعا انا شفت جهاز تقريبا تكلفته 10 مليون. الشباب عاملينه بحاجه كده حسبه 1000 جنيه ولا حاجه. يعني هو مش 1000، ممكن يبقى مثلا 20 30 الف فحاجات. طبعا يعني هي احنا محتاجين رجال اعمال يتبنوا هذه الافكار وهم الكسبانين. معالي الوزير بنشكر حضرتك جدا. انا سعيد بحضراتكم وبشكركم تاني على دعمكم للشباب، لان الشباب محتاجين مننا كلهم في تخصصه ان هو يدعمه. فيعني بصراحه القناه السبعه وحضراتكم يعني شكر جزيل على هذا الجهد الكبير معانا ومع كل الشباب وفي جميع المجالات. دايما معاك يا فندم ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، مشاهدي برنامج من قلب الحدث، ده كان لقائنا مع استاذنا الاستاذ الدكتور جمال الدين ابو المجد رئيس جامعه المنيا الاسبق وعميد المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بالمنيا الجديده. وشفنا مع حضراتكم من خلال حلقه سابقه وفي هذه الحلقه مشاهدينا الكرام قد ايه ان شبابنا طموح، شبابنا محتاج الدعم، شبابنا هم دول شباب الجمهوريه الجديده ورؤيه مصر 2030 اللي بيتبناها اساتذتنا وجامعاتنا واكاديمينا ان شاء الله. طبعا يا فندم، يعني احنا كلنا يعني بنشتغل في اتجاه بناء الجمهوريه الجديده طبقا لرؤيه مصر 2030. يعني فعلا لازم كلنا نشتغل في هذا الاتجاه عشان مصر ان شاء الله تبقى احلى بلد في الدنيا باذن الله. باذن الله. مشاهدينا الكرام، تابعونا وما زلنا معكم في برنامجنا من قلب الحدث. تابعونا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم ومشروعات المعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا قسم ميكاترونكس. اهلا بحضرتك يا باشمهندس. اهلا بحضرتك. رحمه اشرف محمد. اهلا بيك يا باشمهندس رحمه. ايه المشروع بتاعك؟ المشروع بتاعي هو اسيستنت اديوكيشن روبوت. ذكاء صناعي. هو روبوت اديوكيشن اسيستنت، يعني بيساعد الاطفال ان هم يتعلموا، بيكون اكتر تفاعل مع الاطفال بطريقه سهله وبسيطه. بيعلمهم بيتكلم. انا كنت شايف بتوري سياده العميد. بيحفظ ايات من القران الكريم، حروف، ارقام، كل ده. الاسم ايه؟ اسلام اشرف عبد الفتاح. اهلا بيك يا اسلام. قول لي دورك ايه في المشروع؟ دور انا كنت بجمع الميكانيكا بتاعه المشروع والكهربائيه، كنت بحسبها كل مكون لوحده بحيث ان هو ما نغلطش في اي مثلا كهربائيه اي كهربائيه ليهم، بحيث ان هو نجمع الجهد المطلوب لكل مكون لوحده. اسمي ايه؟ ديفيد مينا. اهلا بك يا ديفيد. قول لي كان دورك ايه في المشروع؟ انا اشتغلت على البرمجه انا واحد الزملاء. تمام. متخصصين برمجه بس. يعني اهتميت بالبرمجه، برمجت السيرفو بتاع البق، السيرفوهات بتاعت الكتاف، ظبطت الزوايا طبعا بتاعتها، المواتير الدي سي برمجتها، وبرضه اشتغلت برضه في التوصيله بتاعتهم برضه عشان يعني تبقى مرتبطه بالبرمجه. هايل يا باشمهندس. اسمي طارق ياسر حفظي. انا اشتغلت في التوصيلات ديزاين، يعني كنا بنتجمع على طول كده ونشتغل مع بعض.
فكره المشروع بتاعنا ان هو بيقدر يجذب الطلاب الاطفال ان هم يقدروا يتعلموا تمام ويحبوا التعليم، ان فكره التعليم البسيطه مش اتراكتيف جو يعني. فاحنا يعني قدرنا ان احنا نحقق دي ممكن مرحله ما قبل المدرسه مثلا. بالظبط كده، يعني يتحبب الطفل في التعليم. الطالب عبد اللطيف عبد اللطيف احمد محمد. ده بقى المذكور اللي هو اللي بيتكلم وبيعلم الولاد والحروف وكل حاجه. بالظبط، هو عباره عن روبوت مساعد في التعليم الآلي، تمام. عباره عن كمان ان احنا بنخليه يتفاعل بالذراعين مع البوج مع قاعده بتمشيه، بحيث ان يبقى فيه رياكشن قدام الطفل، بحيث يتقبل الشكل او الديزاين ككل، تمام. بالاضافه محمد صلاح. اهلا بيك يا كابتن محمد. ربنا كابتن يخليك. محمد فخر قول لي كان دورك ايه وايه الفكره دي؟ انا اشتغلت مع ديفيد في نظام الكودينج والبرمجه، كنت بساعد معاه. اتحركنا طبعا في الدراعات، كانت حركه الدراع لازم تكون مع حركه الرجلين مع حركه البوك، لازم كله بيبقى في نفس الوقت واحد عشان يجذب انتباه الطفل. كان في تعليق لسياده العميد ان عايزين الشكل يكون جمالي، يكون مقبول عند الطفل اكتر. هو كان المفروض ان احنا طبعا ده جزء مبدئي، يعني هو المفروض تعملوا كده زي ميكي ماوس، زي يعني حاجه كده تكون تشد الطفل اكتر ان هو يتعامل معاها احسن. مظبوط. اصلا يا باشمهندس الاسم احمد يحيى. اهلا بيك يا باشمهندس احمد. قول لي برضو كان دورك ايه يا باشمهندس؟ كان دور التصميم مع السوليد وركس، الراس والمانيكان نفسه. ان شاء الله هنراعي الملاحظات. ده كان مبدئي بس كده كالاول، وبعد كده يبقى في تطويرات ان شاء الله عليه. المشروع لنهايه السنه اكيد هيكون في شكل جمالي جميل، حاجه كده نقول يعني الطفل يتقبلها، يبقى كويسه للطفل كمنظر اصلا قبل كده تكون بالظبط كده. ان شاء الله. مظبوط. يعني احنا كان فارق بس معانا، بالظبط كان فارق بس معانا جزء الديزاين او الشكل الخارجي، تمام. كان فارق بس معانا جزء الديزاين او الشكل الخارجي، هو ممكن يكون حاليا مش مقبول للطفل، تمام. بس فيما بعد ان شاء الله نبدا نحط التطويرات، تمام، ونبدا نشتغل على الجزئيه دي، بنتعلم من الاخطاء طبعا. لابد ان احنا نراعي كل الجوانب اللي اساتذتنا علقوا لنا عليها. بالظبط كده. صح كده؟ صح كده. نفسك تعمل ايه في المستقبل بقى؟ انا نفسي ان انا اربطه بالذكاء الاصطناعي، بحيث ان هو يقدر يرد على الطفل ويتعامل مع الطفل كعادي كاي سؤال، وان احنا نقدر نربطه ان نعمل تاسكات اكتر فيما بعد يعني ان شاء الله. نفسك تحقق ايه؟ انا نفسي احقق برضه نفسي ادخل الذكاء الاصطناعي، بس يكون واعي اكتر بالطفل. يعني هو مثلا الطفل شايفه ان هو بيعمل ايه، مثلا يتجنبوا من الحاجات اللي هي العقائد اللي ظاهره في السوشيال ميديا دلوقتي، يحاول يعلمه ازاي فكره البرمجه، ازاي فكره التعليم، يسهلها عليه. كل ده الدنيا يعني لما تسهل عليه البرمجه هنتطور اكتر، يبقى مثلا في استاذ الكتروني كده ان شاء الله. مشاهدينا الكرام، دول كانوا شبابنا، شباب قسم ميكاترونكس بالمعهد العالي للهندسه والتكنولوجيا بالمنيا الجديده. في الحقيقه شباب واعد جدا، وده كان المشروع المبدئي ليهم في الفرقه الثانيه. ان شاء الله هنشوف مشروعات اكبر واكبر خلال المرحله الجايه. مشاهدينا الكرام، تابعونا بعد هذا الفاصل. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وبنتابع مشروعات تخرج شباب الخريجين في قسم الميكاترونكس. صح كده؟ ايوه صح. اسمه قسم ايه؟ ميكاترونكس بالمعهد العالي للهندسه بالمنيا الجديده. اسم حضرتك؟ انا الطالب فادي فايز فكري، ثانيه ميكاترونكس من مشروع الدبلومه تيم 2. اهلا بيك. مع حضرتك محمد عبد المنعم، قسم ميكاترونكس برضه مشروع الطب. عبد الله محمد السمان، ميكاترونكس الفرقه الثانيه. باشمهندس عبد الله، قول لي استوحيتوا الفكره الخاصه بمشروعكم من ايه؟ هو احنا عندنا فرن اصلا في المعهد، بس في ورش المعهد بس حصل فيها فما بقيتش الطلبه يقدروا يستخدموها بالشكل او الكفاءه اللي كانوا يستخدموها كل مره، تمام؟ فاحنا جاتنا فكره ان احنا نعمل فرن الثانيه بتطوير افضل منها، بحيث ان احنا ممكن نضيفها للمعهد، ومع التكنولوجيا اللي احنا قدرنا نوصلها والمعلومات اللي وصلنا لها من عمل الفرن دي، احنا نقدر نصلح الاعطال اللي في الفرن القديم.
ايه الاضافه اللي ممكن يضيفها المشروع ده للمعهد؟ هو المشروع ده ممكن يضيف للمعهد زي ما زميلي قال ان هو هيساعد الطلبه اللي داخله المعهد جديد او طلبه الفرقه الاعداديه ان هم يقدروا يستفيدوا من الورش او من ماده الورش بكامل يعني كامل الافاده، بسبب ان هم يقدروا يشوفوا الحاجه دي عملي، المعدن وهو بينصهر وهو بيتصب، كل الحاجات دي هيقدروا يستفيدوا منها عمليا بدل ما يدروها نظري بس، يبقى معاهم عملي ونظري. اهم حاجه طبعا احنا مش هنقول مش هنفيد المعهد وبس، ولكن احنا عايزين نفيد مصر كلها تستفيد من المشروع. اكيد طبعا. اللي فاضل مصر كلها، واحنا بنوفر قيمه الحراره اللي بتطلع من هنا بانتاج المعدن ليه، زائد ان هو تكلفته قليله. كنا شامين ريحه دخانه وكنتم بالظبط. احنا جربنا درجه الحراره وصلت عندنا لغايه 550 بالظبط في حدود دقيقتين ونص، وكنا لو كنا سيبناه كنا هنوصل ان شاء الله لدرجه حراره 800. الجو حر يعني مفيش داعي يعني. هو كده كده الدنيا مولعه، فهي درجه 800 وتكلفه بسيطه جدا. احنا لو شويه دعم او سبونسر يجي للمشروع بتاعنا، احنا نقدر نوصل درجه الحراره لدرجه 2000 درجه مئويه كمان. اللي نفسك تحققه ايه على المستوى العام من خلال وجودك في كليه الهندسه يعني؟ بصراحه انا كطموحي الشخصي ان انا افتح شركه تضم كل مجالات الميكاترونكس، تمام، وان شاء الله تبقى توصل لشركه تبقى اكبر شركه على مستوى الشرق الاوسط. اتمنى يا رب. اتمنى. نفسك تعمل ايه؟ والله انا نفسي افيد يعني القسم عامه، بما ان القسم حديث في مصر لسه، يعني يعتبر قسم مقارنه بباقي الاقسام، نطلع الليفل عالي بحيث ان جميع الناس ومصر نفسها تستفيد من المشاريع اللي هيعملها الطلبه والخريجين بالطلبه المستقبل. نفسي تحقق. انا نفسي ان انا اطور اكتر من المجال التكنولوجي بشكل عام، بالاخص في المجال الطبي، ده بالرجوع لاصحابنا وقرايبنا اللي بيعانوا من مشاكل صحيه، فندعمهم بان احنا نطور لهم او نساعدهم في حل ازمتهم الصحيه في اي مكان. حضرتك منين؟ انا من سوهاج. من سوهاج. احسن ناس هنا بنقول من اسوان لاسكندريه في المعهد موجودين مش كده؟ بجد. محمد عماره من الشرقيه. انت من الشرقيه؟ اولاد عمنا واولاد عم ربنا يبارك فيك. سوهاج، وكان في من قنا ومن كل الارجاء المحروسه. في الحقيقه مشاهدينا الكرام، بانوراما كبيره جدا وتجمع كبير جدا للشباب من اسوان لاسكندريه في هذا القسم. الكل بيعمل ان مصر تكون متقدمه صناعيا، نقول يكون في توأمه ما بين الطب وما بين الهندسه من اجل اخراج اجهزه رخيصة الثمن وفي نفس الوقت نقول تنافس الانتاج العالمي. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين معكم، تابعونا بعد هذا. مشاهدينا الكرام، ما زلنا مستمرين مع حضراتكم وبنتابع معاكم باقي مشروعات الطلبه. اهلا بيك معانا. انا الطالب حسام الدين الحسين من الفرقه الثانيه من شعبه ميكاترونكس. اهلا بيك. احمد ناصر شعبه الثانيه ميكاترونكس. الطالب مصطفى عزت الشعبه الثانيه ميكاترونكس. الطالب حماده صافي الشعبه الثانيه ميكاترونكس. المشروع بتاعكم واضح انه بسيط، بس يعني كان فيه شغل جامد جدا. في المشروع اللي هو فوكيوم كلينيك، اللي هو مكنسه مع الشفط. تمام، مع الشفط. جميل. تكنس وتشفط في نفس الوقت. تمام. ماشي. هو الصراحه المشروع ايه الفرق بينه وبين المكنسه الموجوده في بيتنا؟ هو الصراحه هو فاكيوم كلينر روبوت. هو احنا بنحاول ان احنا يمكن نواكب الحاضر مش المستقبل فيه، فاحنا بنحاول بالظبط احنا حاليا فيه، فاحنا بنحاول نواكب الشعوب الثانيه والدول الثانيه في التطور بتاع الذكاء الاصطناعي. الفرق بينه وبين المكنسه اللي في البيت يمكن ان هو بنقدر نتحكم فيه بالموبايل، وان شاء الله التطوير المستقبلي ان احنا نخليه ينظف على مساحات واسعه وكبيره جدا. جميل. ده يقدر يتحرك لوحده بنبرمجه؟ احنا بنستخدم ابلكيشن موبايل بنحركه بيه بحيث انا شايف ان هو كمان بيفادي الحوائط وبيتحرك. ايوه احنا لوحده. لا جميل. احنا مستخدمين الابلكيشن بحيث نتحكم فيه. هايل هايل. بحيث نوصل. باشمهندس، قول لي نفسكم توصلوا في ايه للمشروع اللي احنا فيه ده؟
احنا عايزين نطوره ونخليه artificial intelligence، ما يبقاش dependent على الار سي، على اي ريموت كنترول. ان احنا عايزينه يبقى ما فيش human interference، ان هو يتحرك لوحده، يعمل مابنج للمكان اللي هو هيقعد فيه، ويتحرك على اساس الكونفيجريشن اللي هو عمله. بشكركم جدا وبحييكم وموفقين دايما يا شباب. شكرا لحضرتك. شكرا لك. شكرا لحضرتك. السلام عليكم. مشاهدينا الكرام، ساد برنامج من قلب الحدث رصدنا مع حضراتكم جانب آخر من مشروعات قسم الميكاترونكس بالمعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا بالمنيا الجديدة. في الحقيقة كلها مشروعات بتخدم الذكاء الاصطناعي، بتخدم البنية الأساسية والجمهورية الجديدة. شباب مبدع بنتمنى في حياتهم العملية. وعلى وعد بلقائكم مشاهدينا الكرام في الأسبوع القادم من مكان آخر وحدث آخر. حتى ألقاكم لكم أرق تحياتي وأرق تحيات أسرة البرنامج. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.